السلام عليكم ولادي وبناتي طلاب تانية ثانوي، وحشتوني عاملين ايه؟ يلا بينا نكمل مع بعض حكاية الذرة. الحصة اللي فاتت راقبنا آلة الزمن الافتراضية بتاعتنا، وشفنا تومسون سنة 1800 وشوية وهو بيستلم جائزة نوبل. طب استلمها في ايه؟ اكتشف ان الالكترون موجود جوه الذرة، واثبت ان شحنته سالبة. افتكر معايا ازاي؟ لما اشتغل على أشعة تسمى باسم أشعة المهبط. لو اللي بيسمعنا دلوقتي ما شافش أشعة المهبط وتومسون ازاي اكتشف الإلكترونات، انزل اتفرج عليها قبل ما تسمع الحصة دي. يلا بينا اربط الأحزمة ويلا نركب آلة الزمن الافتراضية بتاعتنا. هنتحرك بالزمن نشوف في حد تاني اتكلم عن الذرة ولا لأ. اتحركنا بالزمن لسنة 1911، لقيت الراجل دوت العالم اللي يسمى رازرفورد بيتكلم عن الذرة، بيقول للناس خدوا بالكم الذرة تشبه النظام الشمسي. مستر أكيد ياخد نوبل. اتقل شوية. ازاي الذرة تشبه النظام الشمسي؟ قال لي في النص نواة تشبه الشمس، بتلف حواليها الكترونات تشبه الكواكب، فراغ بين النواة والالكترونات زي اللي موجود بين الشمس والكواكب. طب ازاي وصل للفكرة دي؟ ايه الظروف اللي ساعدته؟ قلت اسأل الناس ازاي رازرفورد وصل ان الذرة في النص نواة وبتلف حواليها الكترونات. قالوا لي سهلة. وقتها العلماء اكتشفوا حاجة اسمها العناصر المشعة زي اليورانيوم. العناصر المشعة بتطلع اشعاعات، افتكر كده معانا، الفا وبيتا وجاما، او في ناس بتنطقها جاما، صح؟ وقتها كان في فكرة جديدة في العلم ان الاشعاعات ليها قدرة على النفاذ خلال المواد الصلبة. مش فاهم يا مستر يعني ايه النفاذ خلال المواد الصلبة؟ تعال نرجع لوقتنا الحالي. انا بعد الشر ايدي دي اتكسرت، هعمل ايه؟ هعمل اشعة على ايدي، الاشعة تعدي خلال ايدي، تقول لي العظمة دي مشروخة ولا مكسورة؟ ما الاشعة نفذت خلال المادة الصلبة. وقتها كانت فكرة جديدة. رازرفورد هيشتغل على الاشعة اللي هي اسمها اشعة الفا، طبعا لاسباب كتير، اهم سبب فيهم هو اللي اكتشفها. بجد والله. طيب بس طب حد هيساعده؟ كان معاه في الوقت ده اتنين مساعدين، واحد اسمه جيجر وواحد اسمه ماريزدن. طبعا احنا كشعب مصري اصيل بننطقها ايه؟ بدل جيجر جايجر، انطق براحتك كل واحد وعلامه. طب عملوا ايه المساعدين بتوعه؟ يلا بينا. مساعدين رازرفورد جيجر وماريزدن الاتنين، رازرفورد قال لهم لو سمحتوا عاوزكم تعملوا لي التجربه دي. تجربه ايه يا عم رازر؟ قال لي والله هتجيبوا اشعه الفا وهتجيبوا لي ورقه رقيقه جدا من الذهب وتختبروا قدره اشعه الفا على النفاذ خلال الذهب. طب يلا بينا. وانا داخل يا جماعه انام لي شويه اريح لي شويه، سجلوا النتائج وقولوا اللي هيحصل ايه. ساب المساعدين يعملوا التجربه، حصلت معاهم مفاجاه. ايه المفاجاه؟ معظم الفا نفذت. ما قال لهم عادي، مش مفاجاه ولا حاجه. اسمع، لقوا ان في جزء بينحرف على الطرفين وجزء ارتد الناحيه التانيه. يبقى شو عملها؟ نفذت وارتدت وانحرفت. حاولوا يفسروا ما عرفوش، بسرعه راحوا يصحوا رازرفورد، الحقنا يا ريس في يا ابني نفذت وارتدت وانحرفت. تقول معايا في ايه؟ نفذت وارتدت وانحرفت. في ايه؟ نفذت وارتدت وانحرفت. رازرفورد عاد التجربه، لا الاشعه فعلا نفذت ارتدت انحرفت. حبس نفسه في المعمل تقريبا 6 شهور. وده لو لي الناس وقتها هو عمل ايه. ووصل عشان يحصل الكلام ده لازم تبقى الذره في النص نواه وبتلف حواليها الكترونات. طب يا مستر انا عندي سؤال. في ايه سؤالك؟ حسب معلوماتنا في وقتنا الحالي ان الاشعه لا ترى بالعين. ازاي شافوها؟ كده انت معلم بقى حبيبي. اللي انا شرحته ده ملخص التجربه. عاوز تفهم التفاصيل؟ يلا بينا. اول حاجه هنجيب صندوق مصنع من ماده الرصاص. اشمعنى الرصاص؟ اي نعم السبب مش علينا، بس معروف وقتها المعدن الوحيد اللي مطلعش اشعاعات هو معدن الرصاص. وحط جواه ماده مشعه بتطلع اشعه الفا. اللي بيفهم قال لي ما كده الاشعه مش هتطلع، هيعمل هنا فتحه من قدام في الجزء ده. يلا بينا نكمل. وبعدين هنجيب لوح معدني هيبطن بطبقه اسمها زد ان اس. يعني ايه؟ كبريت خرسين، او الادق نقولها كبريتيد بالداله الخرسين. طب يا مستر الطبقه دي بتعمل ايه؟ معروف عن الطبقه دي اول ما تخبط فيها اشعه الفا بتعمل وميض. كلمه وميض يا جماعه يعني بتنور.
هدي لك مثال من حياتنا. مثلا عسكري المرور دايما بشوف لابس الجاكيت بتاعه اللي الوانه فوسفوريه. طبيعي لو انا ماشي بعربيتي على الطريق الدولي والدنيا كحل والنور بتاع العربيه بتاعي ضعيف، لو انت عديت هشوطك، هتخبطني طبعا. انما لو في عسكري مرور عمري ما هخبطه. ليه؟ هقول لك اللعبه. الجاكيت بتاعه اللي هو الوانه فوسفوريه اول ما يخبط فيه الضوء بتاع العربيه بيبدا ينور. يعني بيعكس الضوء صح، بس الادق بيقول ان هو بيبدا ينور. الماده اللي بيتعمل منها الجاكيت اسمها ZNS، كبريت الخرسين. اقل شعاع ضوء لما يخبط فيه تحس ان هو بينور كده. هنا برضو نفس النظام، اول ما الفا تخبط هتبدا تعمل وميض. هيبدا بعد كده يحط عندنا شريحه الذهب. لقى ان معظم الفا عدت في نفس مسارها ما اتاثرتش، ولقوا ومضات في الجنب كده، يبقى حصل لها ايه؟ انحرفت. ولقوا ومضات الناحيه الثانيه، يبقى حصل لها ايه؟ ارتدت. طب ما تيجي نشوف التجربه بجد عملي ونشوف الكلام ده صح ولا غلط. لنا التجربه. صندوق من الرصاص جوه ماده مشعه بيطلع اشعه الفا، وقف هنا شويه. اشعه الفا شحنتها ايه؟ موجبه صح. وادي لوح معدني زي ما احنا شفنا في التجربه، مبطن طبقه اسمها كبريت الخرسين عندك. اول ما تخبط فيها الفا عملت وميض. بعد كده هيحط شريحه الذهب. يلا بينا. لو انت ركزت معظم الفا نفذت صح. شايف كده؟ جزء صغير ماله؟ انحرف. عرفت ازاي؟ عن طريق الوميض. وجزء صغير ارتد. وقف هنا شويه. ايه ده مستر؟ يبقى عندي معظم الفا نفذت، المعظم عدى، في جزء ارتد صح، في جزء ارتد الناحيه الثانيه اهو، وجزء ماله؟ انحرف. يبقى تاني معظم الفا نفذت، في جزء ارتد وجزء انحرف. بعد اذنك سجل دي في ورقه عندك هنحتاجها في اخر الحصه. المعظم نفذ. طيب اللي انحرف كام واحده تقريبا؟ 3. طب اللي ارتد؟ 1. دوسر يا مستر. وده سؤال موجود عندنا في كتاب الامتحان. الاشعه دايما المرتده نسبتها صغيره جدا جدا. طب ليه؟ هنعرفك في اخر الحصه. واللي منحرف بيبقى اكبر شويه، ان هنا كانت 1 ودول 3. هل عليها سؤال؟ طبعا، بس اجلها شويه. تعال نشوف بقى ايه استنتاجاتنا من التجربه. اول حاجه بيقول لي معظم الفا نفذت، يبقى اكيد معظم الذره فراغ. مش فاهم، استنى هنقول لك عرفها ازاي. معظم الذره فراغ وليست مصمتة. سمي الله كده وصلي على رسول الله سلام. تخيل كده معايا ان انا في ايدي كوره. الكوره دي صغيره او كبيره مش مهم، انا خبطتها في الارض. ايه اللي بيحصل؟ اول ما تخبط في الارض بترتد وترجع تاني. لكل فعل رد فعل صح، زي ما خدنا في الفيزياء. يبقى الكوره خبطتها في الارض بترجع. انا ساكن في ال20، وقفت في البلكونه مسكت الكوره وسبتها. ايه اللي هيحصل لها؟ هتنزل. هل هترجع؟ لا. ليه؟ سكه قدامها فاضيه. تقصد ايه يا مستر؟ معنى ان معظم الفا نفذت على استقامتها ما رجعتش، يبقى معنى كده ان معظم الذره اللي عندنا فراغ وليست مصمته، زي ما قال مين؟ تومسون ودالتون. يبقى كده اول حاجه بيعملها يقول لي تومسون ودالتون انتوا صح ولا غلط؟ اكيد بيقول لهم انتوا غلط. الذره يا جماعه مش مصمته، الذره معظمها فراغ. 2. جزء صغير جدا ارتد، وده شفناه من شويه بعيننا بالاشعه. في شعاع واحد ارتد. طب ازاي ارتد؟ ليه ارتد؟ تعال نشوف راي رذرفورد ايه. بيقول لك اكيد لانه قابل او اصطدم بالنواه. جزء صغير جدا بس كثافته عاليه. مش فاهم، تعال نتخيلها سوا وبعدين اشرحها لك هنا على رسمه. اولا تخيل كده دلوقتي ان انا فرضا معايا كوره، وهنا فيه ازاز، بس ازاز رقيق جدا، وانا مسكت الكوره وخبطتها جامد في الازاز. ايه اللي هيحصل؟ هيتكسر. الله ينور عليك. طب انا جبت كوره وجبت ازاز بس سميك وضربته كده جامد، هل الازاز هيتكسر؟ لا.
طب جبنا كرة خبطناها في الحيطة، هل هتتكسر؟ لا. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ارتداد. معنى ان حصل ارتداد يبقى الحاجة اللي رجعت أشعة ألفا سميكة. كلمة سميكة يعني كثافتها عالية. فيها أزمة؟ يبقى تاني، طالما حصل ارتداد يبقى أكيد خبط في النواة، كثافتها قليلة ولا عالية؟ عالية. طيب إيش عرفك إنها جزء صغير جدا؟ تخيل معايا أو تخيلي معايا، دلوقتي أنا جبت 100 كورة ورميتهم، ال100 رجعوا، يبقى الحاجة اللي عملت ارتداد أخد المكان كله. طب أنا رميت 100 كورة رجع واحدة، يبقى اللي عمل ارتداد هل المكان كله ولا جزء صغير؟ جزء صغير جدا. ده اللي حصل، في جزء صغير جدا من الأشعة ارتد. معنى كده الحاجة اللي عملت الارتداد اللي هو سماها النواة جزء صغير جدا بس كثافته عالية. تعال نرسم كده الرسمة ونشرح عليها. ادي وليكن شريحة الذهب او ورقة الذهب. ذرات الذهب من جوه بالشكل ده. ازرق، تمام. اللي يعدي من الفراغ بيعدي، هينفذ على استقامته، صح. طب اللي يخبط في النواة بيرتد. طب ليه بيرتد؟ عشان خبط في النواة سميكة او الادق كثافتها عالية. هل كل الاشعة ارتدت؟ لا، جزء صغير جدا ارتد، يبقى النواة بتاخد حيز صغير جدا من الذرة. طيب جزء صغير انحرف، اسمع كده ليه؟ لانه تنافر مع النواة، شحنتها هنشوف ايه. كلنا عارفين من شوية وما شفنا التجربة ان اشعة الفا شحنتها موجبة. تخيل او تخيلي ان راس دي النواة والقلم ده عبارة عن اشعة الفا. اول ما قرب من النواة انحرف. اول ما قرب حصل له ايه؟ انحرف. كلمة انحرف يعني تنافر. ايه اللي خلاه يتنافر؟ ده موجب، يبقى دي مالها؟ اكيد موجب. في ناس بتقول لي سالب، اكيد انت غلط. ليه؟ اي حاجة مختلفة تتجاذب، متشابهة تتنافر. اول ما قرب اتنافر، يبقى لو الفا موجبة يبقى النواة شحنتها موجبة. ده اللي حصل. اول ما اشعة الفا قربت من النواة اتنفرت. لو دي موجب اكيد يبقى النواة موجب. اول ما قربت من النواة اتنفرت. لو دي موجب اكيد النواة موجبة. حد عنده اعتراض؟ يبقى كده حصل كام حاجة؟ 3. معظم الفا نفذت، يبقى معظم الذرة فراغ مش مصمتة. جزء صغير جدا ارتد، ليه؟ لانه قابل النواة، اصطدم بالنواة. جزء صغير جدا كثافته عالية. جزء صغير بس انحرف، تنافر مع النواة، اكيد شحنتها موجبة. في بعض الناس سمعها بيقول لي طب الالكترون يا مستر ليه ما بتقولش ان هو اثر على الاشعة وجذبها ناحيته؟ كلنا عارفين ان الالكترون كتلته صغيره جدا 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 فمش هتاثر. يلا بينا نشوف استنتاج رازرفورد. هيطلع رازرفورد للدنيا كلها يا جماعه انا اكتشفت اكتشفت ايه يا عم؟ ان الذره شبه النظام الشمسي، في النص نواه تشبه الشمس، بتلف حواليها الكترونات تشبه الكواكب، في فراغ بين النواه والالكترونات زي اللي موجود بين الشمس والكواكب. الناس بتوع الازهر ممكن تجي لك علل الذره ليست مصمته، اقول له ليه؟ في فراغ بين النواه وبين الالكترونات. طيب لو سمحت، هيبدا كمان يبدا يكلمني شويه ان الالكترون اللي بيلف حوالين النواه شحنته سالب. ما انا عارف من ايام تومسون قال لك بيدور حوالين النواه وما ينفعش يقع. ليه يا عم؟ بص كده، تدور الالكترونات حول النواه تحت تاثير قوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه، قوة نقط وقوة نقط. تعال نقول لك قوة جاذبة مركزية وقوة طاردة مركزية. في ناس افتكرتها من الفيزياء السنة اللي فاتت وناس لسه. تعالى كده يا معلم، أولا بص كده، إيه ده؟ ده ريموت صغير، لو أنا سبته كده هيقع. ليه؟ في جاذبية. طب لو أنا بص لفيته كده بسرعة هل ينفع يقع؟ لا. ليه يا مستر؟ اي حاجه تتحرك بسرعه بتغلب قوانين الجاذبيه. ليه ما بيقعش؟ اكيد بيلف براحه ولا بسرعه كبيره؟ بسرعه كبيره. الريموت ده عامل زي الالكترون،
بيلف بسرعة كبيرة حوالين النواة. أول حاجة في قوة بتشده لتحت، قوة بتشده لجوه، اسمها القوة الجاذبة المركزية. ليه ما وقعش؟ خدنا في الفيزياء السنة اللي فاتت لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه. ليه ما وقعش؟ أول حاجة في قوة بتشده لجوه اسمها جاذبية. في السرعة العالية بتنشأ قوة عكس الجاذبية اسمها القوة الطاردة المركزية. يبقى تاني، ليه ما بيقعش؟ هيبقى عامل زي مين؟ الإلكترون هيبقى عامل زي الريموت ده. هل ينفع يقع؟ لا. أي حاجة تتحرك بسرعة بتغلب قوانين الجاذبية. طب نقولها كفيزياء ازاي؟ هيتحرك تحت تأثير قوتين قد بعض في المقدار عكس بعض في الاتجاه. قوة الجاذبية لأسفل وقوة الطاردة المركزية لأعلى أو للخارج. كده مش هينفع يقع الإلكترون. للأسف طلع أحد التلامذة نيوتن. مين يا عم؟ اسمه ماكسويل، وللأسف اسمه اتلغى من المنهج. قال له يا عم رازرفورد كلامك ده غلط. نعم غلط ومن هنا فشل رازرفورد. الحتة دي اتشالت من الكتاب، هقولها لك بسرعة عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. قال له نيوتن ملك الجاذبية علمنا ايه؟ ان لو عندي جسيم كتلته كبيرة وليه شحنة، وجسيم تاني كتلته صغيرة زي الإلكترون بيلف حواليه زي ما انت قلت، اللي كتلته كبيرة هيشد اللي كتلته صغيرة بسبب اختلاف الشحنة، فلاقي ان نواة تشد إلكترون ويقع جوه. فقال له اصل في قوة جاذبة وقوة طاردة. قال له ما اعرفكش، القوة الجاذبة والطاردة بتطبق على الشمس والكواكب، فحالتك في شحنات مختلفة. ومن هنا للاسف فشل رازرفورد، ما قدرش يثبت رايه للعالم كله. تعال نركب آلة الزمن الافتراضية بتاعتنا ونتحرك في الزمن شوية. اتحركنا لسنة 1915، لقيت عالم اسمه بور، كان ملقب باغبى طالب فيزياء. اسال مستر الفيزياء بتاعك مين اغبى طالب فيزياء. طبعا هقول لك حضرتك قول له شكرا ليك يا مستر، قول له انا بسال مين اغبى طالب فيزياء اخذ جائزه نوبل في الفيزياء، هيقول لك العالم بور. اغبى طالب فيزياء لقيته بيستلم جائزه نوبل في الفيزياء، قال ايه الراجل ده؟ قال لي ان الذره في النص نواه موجبه وبيلف حواليها الالكترونات في عدد من المستويات. يبقى بور اكتشف فعلا تركيب الذره واخد فيها جائزه نوبل، واكتشف ان في حاجه اسمها مستويات للطاقه. ازاي؟ هنعرف الحصه الجايه. بس قبل ما انهي حصتي تعال نحل السؤال الجاي ده عشان من الاسئله مهمه جدا. اختار في تجربه رازرفورد النسبه بين اشعه الفا المرتده والمنحرفه. فكري شوف الاجابه ايه. يلا بينا، هات لي التجربه. بص كده معايا التجربه بتقول لي ايه. معظم الفا نفذت، في جزء انحرف وجزء ارتد. لو انت ركزت هنا معايا، اللي انحرف قد ايه؟ المعظم نفذ. طب اللي انحرف 1 2 3 واللي ارتد 2. وممكن اسجل عندي كده اللي انحرف 3 واللي ارتد 2، والمعظم يا عم اكتب 10 ما تزعلش نفسك. ودي كده سميها ارقام منعميه او ارقام افتراضيه للاشعه بتاعت الفا. تاني، معظم الفا نفذت فانا كتبت 10 عشان الناس الضعيفه رياضه. اللي انحرف 3 عديتهم اهو، واللي ارتد 2. اقرا كده السؤال. في تجربه رازرفورد النسبه بين اشعه الفا المرتده والمنحرفه، بكتب كده المرتد والمنحرف. المرتد كام؟ 2. او واحد قال لي يا مستر من غير ارقام، هقولها ازاي؟ المرتد جزء صغير جدا ككتاب مدرسه، والمنحرف جزء صغير بس. في ناس فهمت الاجابه وقالت لي القيمه اكيد اصغر من الواحد، وفي ناس لسه. لو انت من الناس اللي لسه، المرتد 2 والمنحرف 3، الاتنين على التلاتة بتطلع 66%، قيمة أصغر من الواحد، فبختارها كده. بص يا معلم، قلت لك النافذة على المرتدة، هعمل إيه؟ أول حاجة هنسمي الله، بسم الله. المعظم نفذ، والمرتد جزء صغير جدا.
الناس العالية من غير أرقام بتقول لي أكيد القيمة أكبر من واحد، صح؟ طب أنا بتلخبط، هتاخد الأرقام الافتراضية بتاعتي دي 10 والمرتد قلنا كام؟ 2 5، تبقى القيمة أكبر من واحد. محدش بيكتب 5، بنكتب أكبر من واحد. طب المنحرفة للمرتد، المنحرفة جزء صغير ودي جزء صغير جدا. فاكر الأرقام؟ يلا بينا. المنحرفة كانت 3 ودي 2. لو انت جربت الآلة 3 على 2 1.5، تبقى القيمة أكبر من واحد. طب يلا نعكس. المرتدة للمنحرفة، المرتدة قلنا ايه؟ 2 والمنحرفة 3، أصغر من واحد. ودي كده أصعب أسئلة عندنا. تاني، ايه أرقام المستر؟ اهي، لو انت مش عارفها سجلها في الوش عندك. المعظم مجازا 10، انحرف 3، ارتد 2. يقول لك النسبة، يبقى شغل دماغي يعوض بالأرقام. كان معاكم العبد الفقير لله مستر محمد عبد المنعم. ده رقم الواتس بتاعنا لو عايز تتواصل معانا. اشوفكم على خير في حصه جديده من حصه ماده الكيمياء. السلام عليكم.